هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121. مساء الخير مستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. للتفاعل مع موضوع الحلقة يمكنكم الاتصال على الرقم الأرضي 429101 ورقم الواتساب 0938280814، كمان على صفحة الفيسبوك بوير عربي. ما يثير الخوف والقلق بشكل خاص هو أن العنف القائم على النوع الاجتماعي قد أصبح إلى حد ما أمرا طبيعيا في أعقاب الأزمة. في حياتنا المعاصرة اليوم تزداد معاناة المرأة سواء كانت فتاة أم متزوجة بسبب ظاهرة التحرش الجنسي، والتي تتلون مظاهره بين التحرش الشفهي من إطلاق النكات والتعليقات المشينة والتلميحات الجسدية والإلحاح في طلب اللقاء وطرح أسئلة جنسية ونظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس، وهو يعد من ألوان إهانة المرأة وإذلالها. وهذه المعاناة أخذت تبرز في مقدمة اهتمامات سائر الدول العالم اليوم بعد أن كانت تعالج في الخفاء، فأنشأت من أجلها المنظمات المناهضة وعقدت المؤتمرات وسنت القوانين. التحرش الجنسي، ما هي أشكاله، الأسباب التي تدفع للتحرش، وكيفية الحد من هذه الظاهرة؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف الاستشارية الاجتماعية جيهان علي. مساء الخير سيدي جيهان. مساء النور، سلام عليك ولكل مستمعين إذاعة بوير اف ام. أهلا، مساء النور. في البداية سيدي جيهان، لو تعرفي لنا وللمستمعين ما هو التحرش الجنسي؟ طبعا بالنسبة للتحرش الجنسي يعتبر سلوك يصدر عن الشخص اتجاه شخص آخر، يعني فبيكون هذا السلوك غير مقبول من الشخص اللي عم يتحرشوا فيه، وغير محبب به وغير مرحب. يعني على الأغلب بيكون الشخص المتحرش ذو شخصية إما سيكوباتية أو قهرية أو وسواسية، يعني بيقوم بالتحرش بالشخص الآخر دون الشعور بأي تأنيب ضمير وأي شعور بالندم. يعني بيتخطى خصوصية الشخص بدون أي إرادة أو رقابة ذاتية. نعم، يعني التحرش الجنسي هو سلوك. هل التحرش الجنسي له أنواع وأشكال؟ وما هي تلك الأنواع؟ أكيد في كتير أشكال وفي كتير أنواع للتحرش الجنسي. طبعا ممكن نحكي مثلا عن التحرش اللفظي، مثلا ممكن يكون عن طريق الشتم أو التلميحات، أو ممكن يكون التحرش عن طريق الإيماءات، الإشارات الجنسية،
أو ممكن يكون عن طريق اللمس، ملامسة الجسد مثلا، الملامسة غير مرحب بها طبعا، نعم. سواء ملامسة الوجه أو ملامسة الشعر أو الأيدي أو الملابس بشكل قسري، يعني بشكل غير مقبول من الطرف الآخر. عندك كمان التحرش الإلكتروني، مثلا بإرسال صور أو فيديوهات بشكل مباشر للشخص الآخر مثلا بطريقة غير مرغوب بها، والتهديد تلك الصور أو الفيديوهات الموجودة بين الشخصين عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. فعن طريقها بيتم التهديد أنه للتحرش أكثر، أو يؤدي هذا التحرش إلى مرحلة متطورة أكثر تؤدي إلى الاغتصاب الجنسي. نعم. طبعا كمان في عندنا التحرش في مكان العمل، سواء في المنازل أو في الدوائر الخاصة أو الدوائر العامة. كمان عندك الاستغلال العاطفي، مثلا انه الشخص بيمثل عاطفيا، بيعمل دراما على الشخص المقابل انه في حب وهالامور، فبيبلش بالتحرش الجنسي للشخص اللي معه. كمان عندك في للاسف تحرش بالاطفال، بيكون اكثر شيء التحرش بالاطفال بيكون من الفئه المقربه، يعني من الاشخاص المحيطين بالطفل نفسه، يعني الاهل يعني. هذا أخطر أنواع التحرش بصراحة، يجب الانتباه له كثير يعني، نعم. والاهتمام بهذه النقطة يعني. نعم، ذكرتي التحرش اللفظي والإلكتروني والتحرش الجسدي، وكمان ذكرتي التحرش أو الاستغلال العاطفي. برأيك ما هي الأسباب والدوافع وراء التحرش الجنسي التي تتعرض له النساء، الفتيات أو العاملات؟ طبعا العاملات بشكل عام، يعني الأغلب مثلا بيكون عم يعني سواء اذا بدنا نحكي على عاملات مثلا بالمنزل مثلا، هدول بيكونوا عم يشتغلوا نتيجه الفقر، نحن بنعرف هذا الشيء، نعم. فبيكون بحاجه للماده. هذا الشيء بيدفعها انه بتسكت لاي تحرش جنسي بتتعرض له من صاحب المنزل يعني. فهذا الشيء بنصنفه بيكون انه ضعف الشخصيه او ضعف الوارد المادي، فهذا الشيء بيجبرك انه تتعرض للتحرش الجنسي وتسكت عن الموضوع. في عندك كمان التحرش بالدوائر الرسميه والدوائر الحكوميه، سواء الخاصه القطاع الخاص او القطاع العام. كمان بتتعرض العاملات فيه للتحرش من صاحب العمل، فبيبلش نتيجه السلطه ونتيجه المركز العمل اللي عنده بيتحرش بالفتيات اللي بيعملوا عنده بالتهديد، بيهددهم انه يعني اذا ما رضيوا بملامستهم سواء لفظيا او جسديا، فبيهددهم بخصم المعاش مثلا، او بيهددهم مثلا بالفصل من العمل. هذا نوع من انواع التحرش، هذا بنشوفه كثير عم يعني، خاصه بالدوائر لما يكون الخاصه صاحب يعني. سلطة قصدك، ذو اكيد سلطة. صاحب العمل هو نعم. بيتحرك. وطبعا عندك كمان في نوع يكون الفتاة او السيده ناجحه بعملها، العمل بتشوف احد الموظفين او صاحب العمل نفسه التحرش لمحاوله اذلالها او التقليل من قيمتها. سيدي جيهان، صوتك عم يقطش، ممكن تعيدي؟ ما بعرف. كمان عم بقول انه في نوع من انواع التحرش الجنسي للميلاد مثلا في الدوائر جيهان الحكوميه صوتك ما واضح. او الشبكه. هلا ظبط ولا لا؟ نعم. كأنه سيء. الو. نعم سيدي جيهان، صوتك عم يقطش. ناخذ فاصل ونرجع. نعم سيدي جيهان، كنا عم نحكي عن أسباب ودوافع للتعرض للتحرش وراء التحرش الجنسي. ذكرتي أنه لما يكون صاحب سلطة أو مدير الشغل كمان.
أكيد إنه لما بيكون صاحب سلطة أو مدير الشغل بيحاول قدر الإمكان إنه يستغل السلطة الموجودة عنده، إنه بالتحرش الجنسي بالعاملات اللي عنده، فممكن يهددها بقطع الراتب أو بالفصل أو الفصل من العمل كله يعني. فهي ممكن عدم الثقة بتكون موجودة عندها، بتضطر إنه بترضى بالأمر الواقع، أو إنه نتيجة الحاجة المادية، هذا الشيء بيخليها إنه تتقبل التحرش الجنسي لهاي الأسباب يعني. وفي عندك كمان سبب ثاني إنه للتحرش الجنسي بالعمل، إنه إذا تكون الفتاة أو السيدة ناجحة بعملها في الدائرة اللي بتعمل فيها، هي اللي بتشتغل فيها، بتشوفي كمان بيحاول أحد الموظفين أو سيد العمل نفسه إنه التحرش فيها جنسيا لمحاولة إذلالها أو التخفيف من قيمتها الاجتماعية في يعني أو العملية أثناء الشغل يعني. هذا الشيء كمان عم نشوفه، هاي ظاهرة منتشرة كثير يعني، إنه محاولة التحرش بالناجحات بالعمل. نعم. هلا رح نحكي عن المتحرش. يا ترى هل تعرض المتحرش للعنف أو الاعتداء الجنسي في فترة الطفولة قد يكون سببا لقيامه بالتحرش في المستقبل؟ شو رأيك؟ والله ما في قاعدة عامة للموضوع، لأن المتحرش عم بنشوف الفقير بيتحرش، الغني بيتحرش، المثقف بيتحرش، الشخص الغير مثقف بيتحرش، الطفل أحيانا مع طفل آخر بيتحرش يعني، المراهقين نفس الشيء. فما أنا قاعدة ثابتة إنه بيكون هو يتعرض للتحرش لحتى يكون بالتحرش بالآخرين، بس ممكن يكون معرض للتحرش يعني. بس ما أنا قاعدة ثابتة يعني إنه كل شخص يعني تعرض للتحرش بده يتحرش بالاخرين، لا. شوفي بهاي الحاله ممكن يكون هو شخص نتيجه التحرش اللي تعرض له ممكن يصير شخصيه عدوانيه صح، ويتحرش بالاخرين، نوع من الانتقام يعني. او ممكن بيكون بيحصل شيء معاكس تماما، بيصير شخص انسان يعني منسحب من كل شيء، شخص انعزالي تماما، ونوع من الخوف لديه من التعامل مع اي شخص من الاشخاص الذين يحيطون به يعني. نعم، حكينا عن أسباب ودوافع وراء التحرش الجنسي، لكن شو هي الأسباب التي تدفع عن عدم الإفصاح عن المتحرش؟ شو هي الأسباب؟ مهم. مهم. هلا التحرش ممكن يكون التحرش مثلا من جهه المراه للرجل كمان يعني، هاي النقطه لازم ما ننساها. بس الاغلب بيكون التحرش بالفتيات او بالاطفال. فنحن بنعرف دائما النظره بالمجتمع انها هي نظره دونيه دائما للمراه، نظره اتهام، دائما بينظروا لها كانه هي مخلوق ضعيف، نعم. لا حول ولا قوه لها بالاخير يعني. فدائما هذا الشيء بيؤدي الى فقدان الثقه بالنفس، بيخلي انه المتعرضه للتحرش انه تسكت عن الموضوع وما تحكي فيه، نتيجه خوف من المجتمع، الاهل وحتى المجتمع الواسع يعني بشكل عام يعني. هذا الشيء انه عدم الافصاح يعني وعدم الثقه، هذا الشيء لازم دائما نحن نحاول انه نزرع الثقه بالشخص اللي متعرض للتحرش، لفي يقدر يعبر عن الموضوع ويحكي بكل قوه، لانه ما له ذنب بالاخير بالتحرش يعني. نعم. فضروري جدا انه نزرع الثقه ونغير نظره المجتمع للشخص اللي بيتعرض للتحرش يعني. متى يجب التبليغ عن التحرش؟ يعني أي تحرش ولا مع تكرار التحرش؟ متى يجب التبليغ؟ لا ضروري جدا خاصة الفتاة يعني تكون متصالحة مع نفسها وتكون قوية وتكسر الحاجز النفسي الخوف يعني. ضروري جدا مواجهة التحرش مباشرة يعني، مواجهة الجاني، كسر هل يعني لازم واحدة تكسر الرهبة، تكسر القيود البدائية، هي القيود البديئة اللي موجودة عندنا بالمجتمع. مجرد انه تعرضها للتحرش تحاول هي بشكل لفظي انه التعامل مع الشخص اللي عم يتحرش فيه، تحاول انه توقف موضوع التحرش. في حال ما توقف هي لازم ترجع لاساليب ثانيه لتحاول انه توقف موضوع التحرش ولا تسكت عنه، انه مره ثانيه ثالثه، لا بالعكس كل ما هيك يعني رح يكبر الموضوع اكثر وبيتحول لامراض نفسيه لدى الفتاه يعني او الطفل يعني. فالطفل كمان نفس الشيء. نعم. حال الاهل قاموا بلوم الطفل او يعني في كثير اهالي بتشوفيهم بيوقفوا موقف اذا اجى الطفل وحكى لهم انه انا تعرضت لللمس مثلا الجنسي او لللفظ الجنسي، فبتشوفي الاهل لا اخذوا موقف عدواني من الطفل. هذا الشيء فبيخلي الطفل كمان يوم عن يوم يفقد الثقه كمان بالاهل، فبتشوفي ما عاد يفصح عن الموضوع. لا ضروري جدا الافصاح عن الموضوع قدر الامكان. برأيك تعتبرينه أي مضايقة عادي تحرش؟ لا في شيء اسمه معاكسه
وفي شيء اسمه تحرش. ففي معاكسات، في ناس كثير بيقولوا لك انه المراه مثلا او الفتاه بتنبسط لما بيجيها معاكسات. يعني هلا نعم. اذا كانت المعاكسه ايجابيه مثلا، وبشكل انه الشخص ماشي ومثلا يعني تغزل بفتاه، بتوقع يعني هذا الشيء امر عادي ما بتحاسب عليه يعني القانون، او حتى الفتاه نفسها ممكن ما تتضايق من هذا الشيء مثلا. بس اذا تحول لتحرش وبشكل متكرر، فهذا الشيء بيصير تحرش جنسي يعني. نعم. برأيك لا الفرق. عدم الجرأة أو الإبلاغ في الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي والخوف من المتحرش زاد حالة التحرش في المجتمع؟ عدم طبعا الجرأة اكيد والخوف من رح يزيد. المتحرش. نعم. طبعا اكيد راح يزيد. هلا محاكم مثلا بتكون مليانه بكل القضايا من كل الانواع، يعني سواء بالارث او بمواضيع الجرائم القتل وكل شيء. بس بموضوع التحرش الجنسي او الاغتصاب او هالمواضيع، بتشوفي المحاكم بتكون النسبه الموجوده فيها بتكون قليله كثير نتيجه الخوف. فالخوف هذا بيخلي انه المجني او المجرم اللي قام، طبعا بنسميه هو مجرم، الشخص اللي بيعتدي على الاخرين هو بالاخير في قانون بيحاسبه بيعاقبه. نعم. فهو اذا بيشوف انه ما في اي رادع او ما في اي قانون بيحاسبه وما في اعتراف من الشخص اللي تم التعدي عليه، هذا الشيء بيخليه يستمر اكثر. وطبعا الظاهره رح تزيد اكثر منه ومن الاشخاص المحيطين فيه يعني. فاذا تحاسب الشخص، اكيد هذا الشيء رح يصير مثل ما نقول انه درس لغيره كمان، بخفف قدر الامكان من ظاهره التحرش، يعني ما نعم. بيزيد بالاخير يعني. لكل مشكلة اجتماعية أو ظاهرة اجتماعية آثار، فشو هي آثار التي يتركها التحرش لدى الشخص الذي تعرض للتحرش؟ مهم. هلا الاثار بتختلف من شخص لاخر نعم. نتيجه التربيه الاجتماعيه ونتيجه المحيط اللي بيعيش فيه الشخص. هلا عندك في اهالي بيضخموا كثير الموضوع، هذا شيء غلط كثير يعني وسلبي جدا. انه اذا تعرض طفل لتحرش او لتحرش مثلا بلفظي مثلا او لمسي، بتشوفيهم اخذوا موقف سلبي من الطفل ومن من حياته بشكل عام. يعني ببلشوا بيراقبوه كثير، بيضغطوا عليه كثير. هذا الشيء كثير غلط. قدر الامكان اذا تعرض الطفل لتحرش جنسي، يجب على الاهل التخفيف وعدم التضخيم. طبعا في اثار تختلف حسب مثل ما قلت لك العائله وحسب التربيه وحسب الشخص. بالاثار مثل التوتر، بيصير الشخص متوتر اكيد، بيصير عنده نوع من القلق، بيصير عنده نوع من الانعزال، الكآبه، في صعوبه بالتركيز، في صداع، بيغضب. خاصة الفتاة بتغضب لأسباب تافهة، يعني لأسباب بسيطة جدا. بيصير عندها خوف، بتحس بالذل، بتحس بشعور بالألم بالعار. طبعا تقدير الذات بيصير خفيف كثير. بيصير عندها هي كمان والطفل كمان نوع من الانسحاب، يعني دائما بأي جلسة بأي مكان مثلا بتشوفيهم بينسحبوا لمكان آخر، يعني ما عاد لهم أي نفس للمشاركة بأي حديث مثلا. نعم. فقدان الوظيفة كمان، فقدان التراجع بهالأمور كلها ممكن كمان يؤدي، إذا كانت السيدة متزوجة ممكن يؤدي إلى حالة يعني لأن بيصير تراجع بالشهوة الجنسية. فهذا الشيء بيؤدي إلى ممكن تفكير بالانفصال عن الشخص، يعني نعم. بتحس إنه اكتئاب من الموضوع كامل بيصير عندها. كمان الطفل بيتراجع دراسيا، تشوفيه بيصرخ بالليل مثلا، بيستفرغ مثلا، ما بيحب ينام بالاماكن العتمه مثلا، دائما لازم الضوء بيكون يعني موجود مثلا، ما بيسمع كلمه الاهل مثلا، بيتراجع، بيصير نوع من العنف والعناد لدى الطفل. يعني هاي نعم. الآثار كلها بتكون نعم. موجوده أكيد. راح نحكي كمان عن الآثار، لكن معنا اتصال. ألو، مساء الخير. مساء الخير. أهلا، مساء النور. ممكن تعرفينا عن حالك؟ مرودي معك. أهلا سيدي مرودي. تسلمي تسلمي. فيني شارك بالبرنامج؟ تفضلي. هلا اليوم موضوع كتير كتير حلو، موضوع جريء. يعني قليل هيك يعني المواضيع تطرح. مشان هيك يعني الله يعطيكم العافية على هالمواضيع اللي عم تطرحوها، ومواضيع يعني كتير حساسة حلوة. مشان هيك كمان يعني مثل ما قلت هلا عم السيدة جيهان يعطيها ألف عافية عم تحكي عن التحرش الجنسي، على آثار التحرش الجنسي، على يعني كمان في أسباب لتصير هيك شغلات. نحن هلا خاصة أيام الحروب، أيام الويلات، يعني عم تكتر هيك شغلات. أكثر شيء بين المهجرين، بين المخيمات، هيك شيء عم تصير. لأن هن يعني خاصة إذا وزعوا معونة، وزعوا شغلات، يعني
أحيانا يصير هالشيء يستغلوا يعني يصير استغلال جنسي وتحرش كمان بهيك مناطق، يعني أكثر نعم. شيء تكتر بهيك مناطق. عندنا كمان يعني يمكن نحن شيء جديد علينا نقول، بس كمان في أماكن العمل، في بالمدارس فيها الشغلات يعني. بس مثل ما قلت أنا أكثر شيء هن بالمكان بين المهاجرين بالمخيمات عم تصير هيك شغلات. نعم سيدي مرودي، اي والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لاتصالك. أهلين هلا. نعم سيدي جيهان، سيدي مرودي كمان اتصلت وحكت عن هالظاهرة أنه عم تزداد في حالات الحروب والأزمات، وخاصة بين المهجرين والنازحين في المخيمات. أكيد هذا الشيء كان له دور، يعني ظروف البلد بتأثر كثير طبعا. نحن بنعرف إنه الشخص هو ابن بيئته وابن مجتمعه، فأكيد بده يتأثر بالبيئة اللي بيعيش فيها وبالمجتمع اللي بيعيش فيه، نتيجة الفقر، نتيجة الحرب، نتيجة الموت، فقدان الأشخاص، الفراق، حالات الستريس اللي عم تحصل نتيجة الحرب اللي عم نعيشها يعني بهالسنين. نعم. هذا الشيء بيؤدي طبعا، هو سبب يعني غير كافي، بس انه بيؤدي بالاخير لقيام بعض الاشخاص بتصرفات سلبيه، وهي مثل تصرفات التحرش الجنسي او اللفظي، او مثل ما قلت لك ممكن يؤدي الى الاغتصاب ايضا الجنسي واستغلال الاشخاص يعني في حالات الحروب يعني للاسف. نعم، ذكرتي بعض الآثار النفسية كالتوتر والقلق والخوف والغضب، يا ترى هل الآثار النفسية تحول لأمراض نفسية في المستقبل؟ ممكن هلا دائما عندك الامراض النفسيه اول شيء بتبلش يعني كتفكير يعني، بعدين بتحصل يعني بتتبلور بالجسم كامراض، ممكن حتى تصير امراض جسديه مثلا. فعندك اكيد بده يظهر امراض على الشخص، بس مثل ما قلت لك بتتفاوت من شخص لشخص حسب قوه الشخصيه وحسب قوه الثقه وحسب دعم البيئه والعائله والمجتمع للشخص. فعندك اكيد بيتعرض الشخص للتحرش، هذا الشيء بيؤدي للاكتئاب الشديد، تفكير مستمر مثلا بالانتحار، كره النفس، دائما بيحس حاله انه ما بيحب نفسه ابدا. ممكن يؤدي الى الام بالرقبه، الام بالظهر، الام بالكولون، امراض عصبيه، بتحول الشخص لشخص عدواني جدا. بتحسيه صار عنده صعوبة بممارسة الحياة بشكل نمطي أو بشكل إيجابي، بيصير شخص سلبي كليا يعني. أكيد في تأثيرات كثيرة طبعا. نعم، هل بإمكاننا القول بأن الظروف العامة التي تمر بها البلاد كان لها دور في زيادة حالات التحرش الجنسي؟ الموضوع انه موضوع التحرش الجنسي هو موضوع موجود يعني من زمان، يعني موجود دائما يعني فينا نقول. ففي عندك ظروف مثل ما حكينا، يعني ممكن ظروف البيئه نفسها، العائله الصغيره نفسها ممكن تاثر على موضوع التحرش الجنسي. كمان عندك ظروف البلد مثل ما قلتي، وكمان في الظروف المجتمعيه الموجوده، يعني كل هالاسباب اكيد رح تؤدي لزياده التحرش الجنسي. بس في عندنا نوع انه شلون يعني قد ما كانت الظروف، اذا في وعي بالمجتمع فهذا الشيء اكيد رح يعني يخفف من موضوع التحرش. بس اكيد الانسان بيتاثر ببيئته اللي بيعيش فيها بالاخير يعني. نعم، برأيك كيف يمكننا الحد من هذه الظاهرة، وعلى عاتق من تقع معالجة هكذا مشكلات أو ظواهر؟ هلا الحد من الظاهره، نحن قدر الامكان نشوف الظاهره، ما فينا نقضي عليها كاملا، يعني نحن نكون صريحين، يعني في نعم. كثير مشاكل مجتمعيه موجوده بالحياه ما فينا نقضي عليها بشكل كامل، بس فينا نخفف او نحد منها. مثلا عن طريق التواصل المستمر بين الاهل والاطفال، بين الاطفال مثلا والمرشدين الاجتماعيين والنفسيين، بين الاهل والمدرسه مثلا لازم يكون في تواصل مستمر مثلا، طبعا تواصل ايجابي. ممكن تعرفي الطفل على المناطق الخاصة بالجسم تبعه، هو مثلا انه تعرفي انه في مناطق لا يجوز لاحد لمسها او الاقتراب منها مثلا، فهو انه يتعرف عليها عن طريق الاهل افضل من انه يتعرف عليها مثلا عن طريق المدرسة او عن طريق عن طريق الشارع او عن طريق الاشخاص المحيطين، سواء في مكان اللعب او في مكان المدرسه. فيفضل انه يتعرف على هالامور عن طريق الاهل لمنع لمس الاخرين له.
طبعا نعم. هناك يجب أن يكون هناك قانون كمان يمنع مثل هاي التصرفات، يعني يكون في قانون يحاسب الشخص اللي عم يتحرش بالآخرين. إذا في قانون بيحاسب أكيد راح نحد من هاي الظاهرة. وكمان لازم يكون في توعية بالموضوع بالأخير يعني، وتهدئة وتطمين من الأهل دائما لأجل التخفيف يعني، ومحاسبة الجاني. دائما لازم يكون في محاسبة للشخص المتحرش. يعني المشكلة تقع أولا على عاتق الأسرة. أكيد أهم شيء الأسرة، يعني أهم شيء الأسرة بهالموضوع، إنه التوعية ضروري، التوعية جدا. يعني نحن بنشوف إنه للأسف الأهالي بيهتموا بالصحة البدنية للأطفال، ما بيهتموا بالصحة الاجتماعية، ما بيهتموا بالمخ الاجتماعي. يعني عرفت نعم. شلون؟ في شيء اسمه مخ اجتماعي بالأخير، بدك توعية اجتماعية لهذا الطفل أو الفتاة مثلا، إنه شلون بدك تتعاملي بالأخير مثلا مع الأشخاص اللي بدك تتعاملي معهم، بس مع مرور الأيام يعني بالمراهقة أو بسن الشباب. فضروري يعني ضروري جدا الاهل يكونوا صريحين ومتصالحين مع اطفالهم نعم. من عمر، خاصه من بتبلش هاي الامور من عمر السنتين على فكره. لو نحكي عن طرق تعريف الوقاية عن التحرش الجنسي. طبعا الوقايه يعني اهم شيء مثل ما قلت لك التوعيه، التربيه الجنسيه. في شيء اسمه تربيه جنسيه. هاي في كثير يعني اهالي او امهات بتشوف فيهم انه بيخجلوا حتى يصارحوا اولادهم او بناتهم بموضوع بهذا بموضوع التحرش او بهالامور. يعني هذا الشيء كثير غلط. يعني دائما لازم يكون في توعيه من الام، تكون الام صديقه للطفل سواء ذكر او انثى. يعني دائما تحاول انه توعيه، تزرع الثقه بنفسه مشان دائما يكون يوقي نفسه من هذا من موضوع التحرش الجنسي. طبعا يعني مثل ما قلنا نحاول دائما نعرف على اعضاء جسمه، انه نفهمه انه في مناطق مثلا ممنوع، انه نحذره الممنوع انه حدا حتى يلمسه. يقرب منه مثلا. هذا نعم. الشيء طبعا ضروري جدا. طبعا كمان في عندنا عدم المشي بالاماكن المظلمه، عدم مثلا الابلاغ في حالات انه مثلا تكون في حالات مثلا اذا شفنا في شخص تعرض للجنس مثلا، انه ينادي الشخص بالشارع اذا شاف حدا مثلا. عدم اظهار الضعف للشخص اللي عم يتحرش فيه جنسيا. ضروري جدا هاي الامور، يعني ضروري جدا انه ما نظهر الضعف للاشخاص اللي عم يتحرشوا فينا جنسيا. نعم. ضروري جدا هالامور. سيدي جيهان، رح نحكي عن الإرشادات والنصح لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بوير FM في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص حول التحرش الجنسي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية سيدي جيهان. اهلا فيكم. شو هي الإرشادات والنصائح التي يمكن أن توجهيها للنساء والفتيات لحمايتهن من التعرض للتحرش الجنسي؟ طبعا أنا تنصح طبعا كمان قبل الفتيات في عندك الأطفال. نعم. دائما الأهالي ينتبهوا للعب الأطفال، سواء لعب الانترنت او اللعب بالحياه. يعني لما بيكونوا عم يلعبوا لازم يكونوا تحت مرأة الاهل. نعم. يعني ما بيتركون يلعبوا لوحدهم، او ما بيتركون يلعبوا مع ناس اكبر منهم، يعني مع اطفال اكبر منهم. هذا الشيء كثير غلط. طبعا مثل ما حكينا انه البيت يعني لازم نراقب دائما اللعبه اللي بيلعب فيها الطفل. ضروري جدا مراقبه الالعاب اللي بيلعب فيها الطفل لنعرف يعني شو الالعاب اللي بيلعبها. وكمان نتعرف على الاصدقاء وعلى اهل الاصدقاء. هذا الشيء كثير ضروري جدا. بالنسبه للفتيات ضروري جدا موضوع الثقه. في كثير عندنا فتيات فاقدين الثقه نتيجه الاهل. يعني في اهل ما بيثقوا بالبنات ابدا، دائما بيعاملون بمعامله دونيه. ضروري البنت اللي ما اخذت الثقه من اهلها هي بنفسها تحاول انه تزرع الثقه بنفسها وتساعد نفسها لتكون قويه وتاخذ حقها. يعني دائما لازم الفتاه ما تتنازل عن حقها ابدا. واذا تعرضت لتحرش او لاي تصرف جنسي بيخليها تكون بموقف انه ذل او اي شيء من هالامور، ضروري جدا انه تتخذ موقف تثبت فيه انه هي موجوده وهي مثل الرجل يعني بالاخير يعني.
نعم، طرحنا عدة أسئلة قبل بث البرنامج لمعرفة آراء المتابعين حول التحرش الجنسي، نقرأها على مسامعكم. الأسئلة هي: هل شاهدت أو تعرف عن حوادث التحرش الجنسي؟ هل المضايقات الجنسية أصبحت عادة في ثقافتنا ومجتمعنا؟ ما هي التغييرات التي يجب أن تحدث لمنع التحرش الجنسي أو وضع حد له؟ ما هي بعض الطرق التي يمكن للأفراد العاديين التدخل لوقف التحرش الجنسي؟ كان عندنا رأيين من روزا سليم: نعم، التحرش أصبح عادة وشيء طبيعي في المجتمع ويمارسه كل الذكور تقريبا بمختلف خلفياتهم ودرجتهم الثقافية، وبنشوف التحرش يوميا، بدءا من المعاكسة في الشارع والنظرات ذات المعنى، وأحيانا بتكون بشكل مبطن، مثلا مدير الشغل أو الأستاذ المدرس أو زميل الشغل اللي بيمد إيده ليلامسك بحركات بتبين عادية، بس هو ونحن بنعرف إنه ما انها عادية أبدا وبتكون مزعجة. كمان رأي آخر من أصلان موسى: شكرا لكم لتناول هالموضوع، ويا ريت يكون في جرأة بتناول الموضوع. طبعا الخطوة الأولى لإيقاف هالظاهرة هو الجرأة بالتحدث عنها. سيدة جيهان، لو إلك كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. كلمة أخيرة يعني بتوجهها للمتحرشين جنسيا، وبقول لهم استوصوا بالنساء والأطفال خيرا وساعدوهم للعيش بأمان بعيدا عن نزواتكم الوقتية والنزوات اللحظية الفارغة للأسف. شكرا لك. شكرا لك سيدة جيهان علي، الاستشارية الاجتماعية. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول التحرش الجنسي. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي عبر الهاتف الاستشارية الاجتماعية جيهان علي، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. البرنامج بسپانسریا مالا جنی لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسن و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنی و هیواسور آکرد بکن. مالا جنی قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضه 426 184. مالا جنی لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضه 371 115. مالا جنی لگرکی لگه کولانا شرداریه برانبر دکتور خلیل یدرانان لکیلکا سازی و سندیکیا جوتیاران. هیواسور آکرد نخوشخانه آقامشلو لکیلکا بنگدم. موبایل 09 81 64 58 79. نخوشخانه آگرکی لگه موبایل 09 35 98 51 22.